ايه يعني في ايه؟ ونهايه تمرد ونهايه الخوارج عن الشريعه. شوف النهارده الحقيقه حزب النور بيقول راي كويس محترم. معارضه مرسي ليست حربا بين معسكري الكفر والايمان، ده كلام مظبوط وعليه الاستجابه لمبادرتنا. وكاتبين كلام كلام كلام. واضاف النور في بيانه ان لسنا بصدد حركه او معركه بين معسكرين، معسكر الايمان ومعسكر الكفر، بين اصحاب المشروع الاسلامي الذين يعادون المشروع الاسلامي، مشيرا الى ان ذلك توصيف خاطئ. كل من يتحدث انا مش قادر افهم. وليسوا جبهه انقاذ او تيار شعبي او تمرد، مطالبا بمواجهه الحقيقه والبحث عن الاسباب التي ادت الى هذا التغيير وهذا الاحتقان غير العادي في الشارع، حتى عند كثير من ابناء التيار الاسلامي نفسه. ده الكلام العدل، ده الكلام العدل واللي يخش كده يوزن الدماغ. ان احنا كلنا مسلمين وكلنا مؤمنين وكلنا نتمنى ان بلدنا تبقى فيها تيار اسلامي معتدل منتظم بيقيم العدل. حد عايز اكتر من كده؟ حد فينا عايز اكتر من كده؟ اما الذنوب والاخطاء ده فكلنا ذنوب وكلنا اخطاء وربنا يسامحنا وبنحاول نجتهد ودي قصه ثانيه خالص. انما حياه الناس فين العدل فيها؟ فين الرضا عند الناس فيها؟ الناس كلها غضبانه، مش مالهاش علاقه خالص، كذب وخداع وتضليل. اللي بيقول لك ان الرئيس المشروع الاسلامي ملوش علاقه بالمشروع الاسلامي خالص خالص. الخط قطع. ايه؟ الخط قطع. ثم دلوقتي هيقولوا لي على اذان العشاء. اذان العشاء حان الان موعد اذان العشاء. قوموا الى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله.